المنتخب الكويتي طول ناحيه اليمين ملعوبه ناصر العثمان، ولكن اقرب لها طبعا خبره حارس المرمى. كره لعبت الى بشار، لعبه خطره، فرصه بيحطها بايد حارس المرمى، سلمت الحقيقه الكره. شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده، شوف الهويدي يضعها على طول في ايد حارس مرمى المنتخب السعودي محمد عيع. لعبت كرة اللعب توصل السعودية مرة ثانية وهجمة مقطوعة وبياخذها على طول بين دوخي وبيهيئ محمد عيسى وتلعب كرة في عرض الملعب، ولكن عند حارس المرمى. لعبت كرة ملعوبة ناصر العثمان وبيعدي بيعكسها ناصر العثمان وبيد حارس. كرة في النص ملعوبة للمنتخب الكويتي، كرة ملعوبة اشراق لعبها على طول للهويدي لعب الاشراق، ولكن بكعب ناحية اليمين وقريبة وبياخذها، ولكن حارس المرمى محمد عيع خبرة دعيع الحقيقة وبشار عليها على طول منطلق ملعوبة بينه وبين. شوفوا الإعادة لما عادها على طول عبد الله سليمان، ولكن أيضا اشترك، ولكن برافو الحقيقة محمد عيع الحقيقة خبرته الكبيرة أنقذ مرماه من هدف من غلطة من اللاعب عبد الله سليمان، كان أقرب لها اللاعب بشار عبد الله. لعبة محمد عيسى، كرة محمد عيسى لاعبها كرة عرضية وبالتهيئة وتسديدة، ولكن أيضا بيد حارس. كورنر لصالح المنتخب السعودي. كورنر جمال مبارك، لاحظ شوف تحضير من بشار والتسديد من الهويدي، ولكن ايضا محمد عيع الحقيقه معاه داخل منتخب الكويت. توصل ملعوبه على طول لا وحطها، الله مو معقوله. دعيع قادر يسجل زوايا كثيره على ايضا بشار عبد الله وعلى الهويدي. شوف كابتن، شوف شو تقول الكره مثل هذه استعمل فيها خبرة الدعيع، خصوصا انه استعمل قدمين. دعيع الحقيقه بينقذ مرمى السعوديه من اكثر من هدف المنتخب الكويتي، وهذه كره شايف شلون. وحكم المباراه السعوديه 1 سامي الجاد 15 والكويت لا شيء. والعوده الان اعزائي المشاهدين الى الاستديو مع البريتشي بيلعبها كره ولكن بايد. يلعب كره جميله خالد، وسط تغطيه من خليل والدعيع وتنتهي الكره الى خارج الملعب. انطلاقه بحرينيه، فيصل عبد العزيز يسدد من بعيد الى يد محمد الدعيع. صقل ثاني والكره للبحرين، عرضيه جميله امام المرمى السعودي ولكن الى يد محمد. التسجيل حتى الان كره لطلال يوسف، عرضيه تمر، فرصه للتسديد وارضيه قويه الى يد الدعيع. محمد تقييمك لمجمل الشوط الاول حتى الان؟ والله حقيقه يعني امتعنا الجولين الهدفين اللي تسجلت، امتعنا في الشوط مع الهدفين، ويعني الملاحظه الحقيقه على المنتخب السعودي برضو انه بيوصل الباب بشكل جيد. هجمه سريعه واذا ما سجلت للبحرين فيا عين مندوب عيني عليك يا ولد يا دعيع، وما شاء الله عليك يا ولد يا حارس يا لعيب. طبعا ما شاء الله محمد الدعيع بالقدره على التعامل مع الكره بالقدم. شوفي عدلها بالبطيء. كره للحسن اليامي وتسلل الحسن، تمتع لمحمد الدعيع. كره للبحرين سريعه من الدوسري ومن محمد الدعيع، تنتهي الى رميه وتسديده قويه والى حارس قوي مثل محمد الدعيع ما شاء الله وتابعها. الجميع ينتظر صافرة الحكم معلن عن نهاية المباراة. لم يتبقى مشاهدينا الكرام سوى أن نتقدم بالشكل إلى اليمين. حيدر علي العنبري وملعوبة لمحمد عمر، ممكن حلو محمد الدعيع وبين المهاجمين واللي قابل الدعيع الحقيقة يضيع. إذا إعادة بالبطيء. برافو يا دعيع وبرافو يا محمد يا عمر، ما عنده حل محمد عمر الا المباشر. شوف ركله زاويه اماراتيه، اول ركله زاويه في المباراه. الامارات تهاجم، محمد عمر فاتح جهه اليسار ولكن الى الدعيع. هجمه اماراتيه وتغطيه من دفاع، بينيه حلوه جدا للامارات، طولها واقرب لها الدعيع، حلوه جدا. عبد الرحيم عرضيه تجاه صالح الصقري، صالح بالراس وكره حلوه للامارات والى يد محمد الدعيع. يعني وجه المدرب يقول الكره الجايه خلاص الوقت متبقي 9 دقائق، وبالتالي على اللاعب. شوف بن فرير زعلان يقول للعيبه يعني بمعنى احتفظوا بالكره، ما له داعي تطلع للمنتخب السعودي، يقول له ثبت على صدرك والعب الكره بدل ما تطلع رميه جانبيه. هذه عاده بالبطيء. عبد الرحيم يلعب كره حلوه ايضا، ولكن دفاع المنتخب السعودي يخلصها ويتركها لمحمد الدعيع. بعرض الملعب
عبد محسن يبدو لي حسون من بعيد ويمسكها على بعدين الله عبد ابو عامر. توازن الكره من المنتخب العماني جيده والضابط لا يمر الضابط يا احمد خليفه، يا احمد خليل لا يمر واشترك محمد الداعي ومسكها كره عنيفه تعرض لها عبد الله محمد الداعي وصدها وكانت ممكن تكون هدف. ده حسن اليامي رجع ثاني مره لارض الملعب بيواصل مشاكساته ومحمدي رغم قصر قامته لكن بيقوم بمجهود جيد جدا. رقم 11 اللي تو نازل سيف سلطان يصوب تجاه الاسد. سيف سلطان حيرفع وعبد الله يا ابو عابد. سيد علي لمحمد العنزي مع احمد خليل وعرضيه ارضيه الى يد محمد الدعيع. ما كان امامه فرصه يسيطر عليها. خليفه لمحمد العنزي يسدد من بعيد ومره اخرى خليفه يهاجم وملعوبه حلوه لكن الدعيع حلوه جدا وكادت ان تنهي. حمد المنتشري يجري حركات الاحماء يعني تغيير. لا الوم المدرب يعني حقيقه ولا لا يظل ناصر الجوهر مدرب. عرضيه داخل الدعيع خلاص بيحط الدعيع كل عمره وكل مبارياته الدوليه وكل خبرته. بالاصابه من القفزه اللي استلم فيها الكره. عموما الفريق المنتخب القطري المنتخب القطري عرضيه امام المرمى راسيه من ماطر داخل الدعيع يحاول يحصلها محمد يخلصها الى خارج الملعب. اعتقد يمكن احنا خشينا المباراه يعني كنا مستعجلين نوعا ما يعني امكانياتنا نسجل هدف سبق لكن